السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله بالف خير، ومرحبا بكم في قناتي حسناء فاميلي 04. المهم البنات، غادي نشارك معكم واحد الكيك يومي اقتصادي ونتمنى يعجبكم. المهم البنات، هنا عندي 3 البيضات و4 الخمارات وفانيا ودانون كبير وكاس الزيت وكاس السنيده وشويه ديال الملحه لتصحيح الذوق وقطرات من الخل، غير شويه، جوج قطيرات بحال هكا. صافي البنات، والدقيق 3 الكيسان عبار ديال دانون بالكاس ديال دانون. المهم البنات، انا غادي ندير 3 البيضات، غادي نطرب في الخلاط الكهربائي. هاد الكيكه البنات راه كيجي اقتصادي ومفشفش وزوين، غير غادي تجربوه غتقدروش تستغناو عليه، غتوليو ديما تبغيو تديروه. المهم البنات، انا درت 3 البيضات وغادي نضيف معاهم كاس ديال السنيده وكاس ديال الزيت وفانيا. صافي وغادي نديرهم في الخلاط يتخلطوا مزيان، تيولي خاسر الخليط، خاسر على شكل كريمه، باش هكا كيجي الكيك ناجح ورطب. نتمنى يعجبكم البنات، تجربوه ويعجبكم وتشكروني عليه. المهم البنات، دابا غادي نديرهم يطربوا في الخلاط ويطربوا مزيان مزيان مزيان، هكا تشعلوا وهكا توقفوا، تشعلوا وتوقفوا حتى تعقد لكم هذيك الخليط، يولي على شكل خاسر، على شكل بحال كريم. المهم البنات، اي حاجه نشاركها معكم، اي حاجه هكا اقتصاديه نشاركها معكم، اي حاجه غنصاوبها لداري لذاتي نشاركها معكم. المهم البنات، هاهي هنايا كتخلط مزيان. المهم البنات، كيف ما شفتوها هو على شكل كريمه. دابا غادي نخويه في هذا الاناء اللي غادي نخلط فيه الكيك. اذا هنا البنات غادي نزيد عليها هاد الكاس ديال دانون. شفتوا البنات الخليط كيفاش داير؟ ملي كنضيف عليه كاس دانون كيزيد يطرخف شويه. صافي البنات، هنايا غادي ندير نقيطه ديال الخل.
هنا البنات راه بنتي هنايا الصغيره فيما كتشوفني كندير الحلوى ولا كيكه ولا شي حاجه كتجي حدايا تبغي هكا تصاوب معايا زعما راه زعما كتعاوني. هي مسكينه راه باقا صغيره كندير لها خاطرها وصافي. انا البنات كيفما شفتو غادي ندير شويه ديال الملحه صافي. هنا غادي ندير الدقيق بالعبار ديال كاس دانون، الكاس الاول نتفورس من نوع جيد يكون خاص بالحلويات. وهنايا تاني غادي نضيف كاس تاني. صافي هنا غادي نخلط مزيان 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 ونضيف كاس ثالث. مازال باقي لي كاس ثالث. هنايا غادي نضيف هنايا 4 الخميرات كيف ما شفتوا انا درت دابا جوج وغادي نزيد جوج. ضروري الكيك يكونوا فيه 4 الخميرات باش كيجينا زوين. واخا ديروا 3 البيضات المهم هو ان يكونوا 4 الخميرات. هنايا غادي نخلطو مزيان. صافي هذا هو الخليط اللي بغيت نحصل عليه ديال الكيك هو هذا. صافي هنايا غادي ناخذ واحد الطاوه ديال الكيكه وندهنها بالزيت ونرشها هكا بالطحين. اللي بغى يدهنها بالزبده يدهنها ماشي مشكل بحال بحال. هي رشوا ليها الطحين باش ما تلصقش لكم الكيكه ملي طيب وتجيو تقلبوها هكا ما تلصقش. حيت كاين اللي ما كيدهناش مزيان وملي كيقلبها كيبقى داك القاع ديالها لاصق في طاوه كيكه. صافي البنات ملي تجيو هكا تكبوا الكيكه في الطاوه تهزو يدكم الفوق. الاناء اللي فيه الكيك تهزو يدكم الفوق وتكبوها باش هكا كتجي تاني طالعه ماشي هكا تقربوها للطاوه. المهم البنات هاي دابا ملي خرجتها من الفران شفتوا كيف مفشفشه ورطبه وزوينه يعني بحال البونجه البنات مجعبه من الداخل ما مدقسه ما والو خفيفه ما ثقيلاش. المهم البنات غادي ندهنها بالعسل ونرش عليها هكا شويه ديال الكوك
نتوما الاختيار ديالكم باش ما بغيتو دهنوها بالكوفيتير بالناباج وتزينوها باش ما بغيتو الكاوكاو اللوز ايفيلي الفيرميسين الشوكولا. لكم الاختيار يعني على حسب المتواجد في الدار عندكم. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالها البنات، نتمنىها تعجبكم وما تبخلوش عليا باللايك وابوني وتفعيل الجرس وبارطاج مع صحابكم وحبابكم وكومنتيرات زوينه ديالكم، وما تنسونيش وتفرجوا الفيديوهات ديالي. وشكرا لكم بزاف بزاف، خليت لكم الراحه. يلا السلام عليكم، ان شاء الله الى فيديو جديد ان شاء الله نتلاقاو فيه ان شاء الله، نقدموا فيه شي فيديو واحد اخر. يلا بسلامة عليكم البنات.